ايش خيرك ابو مشتت؟ شو صار لك يومين ماكو؟ اي والله اخوي، هذا الوليد صار له اسبوعين ما نازل، عندي وليد يداوم بالكليه صار له اسبوعين ما نازل. ايه ورحت وديت له مصرف. ايه تعرف ذولا طلاب القسم الداخلي عايشين على الاكل المجمد. خطيه والله. اي والله، حتى واحدهم خطيه صاير كأنه دجاج الكفيل. خطيه. رحت تقرضت فلوس ووديت هنا. وتقرضت هسه ضايج على القرضه يا اخوي، هذا الخير جاي وباكر السده ان شاء الله. لا عفو عليك، انا ضايج. هذا خير البصل والطماطه خير من الله، خير قاعين. انت شنو اوضاعك؟ والله اوضاعه خير من الله. انا بس اعاني من شغله واحده، مال الماطور مال السقي بالغاز تعبني حيل تعبني، وهذا الماي هل تشوفه يوم فاتحينه و20 يوم سادينه، وهاي دجله والفرات يروحن يصبن بالخليج. اقول لك ذكرتني بهذا ابو الغود، كل ساعه راح اقطع الماي، راح يبس الشر وشلع قلوبنا. ابو الغود يا ابو الغود هذا يا اخوي ابو الغود جليكان مدري بذان اردغان وبالتالي يتهدج لو الفرات يصبن بالخليج. دا سووا لكم سيد، سووا لكم مخازن مال ماي، والله بلوه يا اخوي. مصيبتنا مصيبه هسه، لو مسوي لهم سد عاد سد واحد يفيدنا بالكهرباء، ولا هاي كهرباتهم 24 ساعه تشك تشم تشك تشم تشك تشم تشك. السلام عليكم. سلام هلا. اليوم شو اجتماع سكتاوي؟ حياك الله. ايه اجتماع سكتاوي، مو على اساس عندنا الحوار الساخن. اقول لك هسه عبر الحوار الساخن، هسه باشا شو وقت تاخذون الزرع العلوه نبيعه؟ اي خوش، انا عندي سياره مال بصل باكر ان شاء الله وياكم رايح. وانا عندي سياره بوتيته همه. اي خوش، يعني صايرين باكر نروح كنا سويه. صايرين بس اقول لك ايه؟ انت شو جيت بس تلصلص منا ومنا. ايه؟ هالايام لا نكته لا ضحكه، شو القضيه؟ والله عندي نكته. والله العظيم. يلا سولفها. اقول لك لا واحد ولا وحده، اليوم نكتتكم علي. يلا خلينا نسمعها. مره من المرات واحد نايمه زوجته جوا البطانيه، وشاف نور يطلع من جوا البطانيه. قال له يا باخ معقوله مرتي من الصالحين؟ راح سأل الشيخ، قال له شيخنا مرتي من تنام بالليل وتغطى راسها بالبطانيه، نور يطلع من جوا البطانيه. قال له اقول لك لا نور ولا صالحين، طف الراوتر هسه راح يروح هذا النور. طلعت زوجته الاخ كنك بالليل. عمي انت تحكي عقلك؟ ليش شكو؟ عمي رحمة والديك، بس العمال نزلوها ب 25,000 وانت تعطيني بسياره محمله من القاع للبوري 100,000، كان استحيت وخافوا من الله. عمو مو قضية خيافة الله، بس انتم الفلاحين بسلامة الاستيراد راح تشبعون بواري. ها ليش يشبع بواري؟ عم انت قاعد بقاعك وما ادري ايش راح يصير بالبلد. وش صاير بالبلد يا الفهيمه؟ عمي انتم الفلاحين تزرعون وتتعبون والثمر للغير، الفائدة منها دول الجوار. اي والله عمي، هو انا ايش طيح حظ غير دول الجوار؟ هسه المفروض من الدولة اي محصول معين ما يستوردونه من الخارج اذا نزل، على مود ينتعش اقتصاد البلد، تتطور زراعتنا. عم انا راح ابيعك البصل، بس بعد نعلى على غيرته اللي يزرع على راس بصل. اخذ عمي في مال الله. ابويا يا ابويا، قونيه مال بوتيتش طولها عرضها ب 10,000 دينار، هاي شي عراقيه. محمد روح، هاي المستورد احسن من بوتيتك ب 5000 دينار. روح. 5000 دينار؟ انا هم غسلت ايدي من الزراعه، مثل ما غسل ايده فليح ابو المشخاب من تمن العنبر، وجابوا له تمن المعفن مال باكستان ويبيعون علينا. بس حييب لا يضيج خلقك يا اخوي، لا يضيج خلقك. خل نبطل الفلاحه ومشينا نفصل قيعانه ونوزعها بيوت. نوزعها بيوت؟ اي والله. هم فلشونا من الله يفلشهم، مثل ما فلشوا المدارس وخلوا كل 5 برحله. مشينا عم مشينا امرنا لله. طشرنا الوقت مو كنا ملمومين، يا اللي حسدنا وصابنا بعين.